هعمل معاكم النهارده بقى احلى خلطه للممبار، بجد خطيره. معايا بقى الكيلو الممبار 3 بصلات متوسطين او بصلتين كبار، فرمتهم في الكبه فرم متوسط كده، انا مش عايزاه ناعم قوي. وهنزل كمان عليهم بفلفل حامي، انا نزلت هنا فلفل احمر وفلفل اخضر، وعليهم كيلو من الطماطم خلطته كويس جدا وضربته كويس جدا ناعم خالص كده، وعليهم معلقه من السكر ومعلقه من الملح وفلفل اسود ومعلقتين كبار من البابريكا، ممكن نستبدلهم بمعجون طماطم، وعليهم كمان ربع فنجان من الزيت وقطعة كده من السمنة البلدي او من الزبدة، بتديه طعم خطير. برفعهم بقى على النار لغاية ما كل السوائل اللي فيهم تتبخر ويبقى متسبكة بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بسيبها بقى تهدى خالص وتبرد، بعد كده بنزل بقى بالخضرة، معايا بقى شبت وكزبرة وبقدونس. وطبعا بقى الخلطة دي تنفع على اي محشي انتوا حابينه، وكمان لو حابين تفرزوها في الفريزر وتبقى جاهزة للاستخدام بنفس الحال اللي انتوا شايفينه ده، بنحطها في كيس وبنحطها في الفريزر، وقبل ما بنستخدمها على طول بنخرجها ونسيبها تفك خالص، مش بنفكها على النار علشان الخضرة ما تغيرش لونها، ونسيبها تفك تماما. بعد كده بنضيف الرز. كده خلاص الخلطة جاهزة معايا. هجيب بقى حلة واحط فيها بصل وطماطم وجزر وفلفل، وبرفعهم على النار لغاية محشي بقى الممبار بتاعي. طبعا ببقى موطيه على النار تماما لغاية ما اخلص الكمية بتاعتي. احلى بقى واسهل طريقة للحشي بتاع الممبار الطريقة اللي انتوا شايفينها دي، لا قمع بقى ولا اي حاجة. الطريقة دي اسهل طريقة، بتخلص معاكم على طول وبتنجز كمان. انا هنا قطعت الممبار على قد كف ايدي كده، عشان هو لما بيجي يكش بيبقى النص بالظبط. طبعا لو حابينه اكبر من كده زي ما تحبوا. اهم حاجة الاطراف ما يبقاش فيها رز كتير علشان ما تخرجش في المية، وفي نفس الوقت كمان لازم تعملوا حساب انه بيكش بنسبة 50%، فاحنا نحاول ما نحطش فيه رز كتير. انا بحط الرز وببططه كويس جدا زي ما انتم ما شايفين كده. هخلص بقى كل الكمية بتاعتي وتبقى كلها جاهزة، بنزلها بقى على المية. واهم خطوة هنا بقى ان المية تكون بتغلي كويس جدا. شايفين حجمها قد ايه كده؟ هتوصل للنص بالظبط. لو حابين طبعا تعملوه اكبر مفيش مشكلة. كمان ضفت ورق لورا عشان نسيت اقول لكم في الاول. هنزل بقى بالممبار. اهم خطوه هنا ان تكون الميه بتغلي كويس جدا. اول ما بنزل الممبار بيقفل على طول، وبيحتفظ بقى بالرز اللي جواه، مش بيخرجه تماما. وطبعا تاني اهم خطوه ان انا انزل كل الكميه مره واحده علشان كله ياخد سوا واحد. بسيبه بقى على النار كده لغايه اول ما يوصل لمرحله الغليان، بسيبه ربع ساعه يغلي كده على نار عاليه. بعد كده بوطيه لمده نص ساعه، نار متوسطه كده لنص ساعه، بيكون استوى معايا. وطبعا بتختبروه بالشوكه، اول ما الشوكه تدخل فيه بكل سهوله كده يبقى هو كده خلاص استوى معايا. وكمان ما ينفعش ان احنا نغطي الحله وهو بيتسلق، لان احنا لو غطينا الحله هيفرقع معانا. بصفيه بقى كويس كده من اي ميه، وطبعا بيبقى فيه رز بسيط خالص كده بيبقى نازل معايا، مفيش مشكله خالص. بخرجه بقى في صينيه او في حاجه كده مفتوحه كده عشان يبرد معايا. لازم طبعا يتشمع معايا، عشان لو انا قليته بنفس الشكل ده كده هيفضل يفرقع معايا وبيحصل منه حوادث كتير جدا ومشاكل كتير جدا. فاحنا عشان نتجنب الخطوه دي لازم اسيبه في الهواء كده لمده ساعه يتشمع معايا، وبعد كده بيتقلي بقى، مش بيبقى ليه مشاكل خالص. طبعا لو حابين تفرزوه، لو عاملين كمية بنجيب بقى علب او اكياس وبنحط برضو الكمية فيه، بس لازم طبعا يبرد تماما، ما ينفعش نشيله الفريزر وهو سخن عشان ما يعجنش معانا. لازم اسيبه يبرد خالص، وبعد كده بحطه بقى في علب او اكياس وبدخله الفريزر، بخرجه على زيت سخن لغايه ما ياخد اللون اللي انتوا حابينه. بيبقى كده خلاص جاهز معانا، بجد خطير. جربوا الطريقه دي وقولوا لي ايه رايكم، وبالف هنا. ولو عجبكم الفيديو لايك وسبسكرايب، وان شاء الله نتقابل في فيديو جديد.